السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ومنورني عزيزي المشاهد. النهاردة أو فزورة النهاردة هنتكلم عن مطرب. آه، أنا عن نفسي مش بحبه، ولكن المطرب دوت يعني في حاجة غريبة جدا. يعني المطرب ده في الفترة اللي هو يعني ظهر فيها أوائل الستينيات أواخر الستينيات كان يعني اتجوز جوازات يعني كل جوازة أنقح من التانية. يعني كل اللي اتجوزهم حلوين جدا. يعني لو واحد عادي مثلا ارتبط بواحدة منهم مش هيسيبها، ولكن ده كان يسيب النجمة الجميلة دي، تظهر واحدة أجمل يروح يتجوزها، يسيب دي ياخد الأجمل في الأجمل في الأجمل، مع إن هو سبحان الله يعني كشكل ما هوش الجان، يعني ما هوش الفنان اللي هو يعني ما فيش عينين زرقاء أو خضراء، ما فيش مثلا حتى في الطول متوسط يعني، حتى مثلا ما فيش شوية شعر مثلا لون ناعمين شوية، ما فيش شوية خفة دم. حتى هو يعني أنا مع نفسي مش عارف الناس كلها يعني اللي هيسمع القصة دي أكيد هيستغرب إن إزاي ده بقى اتجوز يعني ملكات جمال. المهم المطرب ده كمان قال على عمرو دياب إنه يصلح يغني أغاني أطفال. وما كانش عاجبه هاني شاكر في بداياتهم، وما كانش عاجبه محمد الحلو، وما كانش عاجبه علي الحجار، الأصوات ومدحت صالح ما كانش عاجبه. خبط في الناس دي كلها في بدايتها، قال إنهم يعني ما ينفعوش يغنوا. قال كمان على محمد الحلو إن هو يصلح إن هو يغني كورال، ما ينفعش يغني لوحده. يعني اتكلم يعني عن كل النجوم اللي هي في الوقت الحالي: عمرو دياب، محمد الحلو، علي الحجار، محمد ثروت، كتير يعني. خبط في النجوم كلها اللي هي ظاهرة في الوقت ده. واتوفى سنة 2002. هو أكيد انتوا عرفتوه، ولو يعني استعنتوا بشوية الحاجات اللي أنا متكلم فيها ديت أكيد هتعرفوا المطرب دوت. وعلى فكرة ما عندوش أغاني مؤثرة تخليك تقول واه ايه ده جامد، ده مش عارف ايه، عادي يعني. يعني اغانيه مش هي اللي انت تتشد لها كده، بس يعني سبحان الله ارزاق يعني. ده متجوز جوزاتك يا عم. ده اتجوز ملكة جمال لبنان، هو مصري على فكرة. ملكة جمال لبنان كان اسمها جورجينيا على فكرة. انا كده سهلت الموضوع خالص. سبحان الله يعني. الله يرحمه. مات سنة 2002 على فكرة. السلام عليكم. عرفتوا الحل؟ عرفتوا؟